أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب الفلسطيني سامح أقطش متأثرا بجراحه إثر تعرض لإطلاق النار جراء اعتداء المستوطنين على بلدة زعترة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية شملت إضرام النار في عدد من المنازل وإطلاق الرصاص الحي، ما أسفر عن إصابة 100 فلسطيني وفق مصادر فلسطينية. يأتي هذا في أعقاب عملية حوارة التي أسفرت عن مقتل مستوطنين في عملية إطلاق نار في البلدة. إذن لنقل الصورة لنا من نابلس ينضم إلينا الصحفي أمين أبو وردي. مساء الخير أمين. مساء النور لكم، تحياتي. أهلا بك. إذن تفيد الأنباء بتخليص 9 عائلات فلسطينية من بيوتهم، لو نقلت لنا صورة الوضع من نابلس. بالفعل، وكما تسمعين الآن نداءات عبر مكبرات الصوت هنا في نابلس تدعو إلى الناس إلى نزول الشوارع، وأيضا إلى الدفاع عن البلدات المجاورة للمستوطنات، وأيضا تنعى الشهيد سامح أقطش من سكان التجمع السكاني زعترة، وهو تجمع تابع لقرية بيتا جنوب نابلس، يقع على بعد 30 مترا فقط من حادث زعترة. المستوطنين هاجموا هذا التجمع الذي يضم 5 عائلات فلسطينية، وأصابوا المواطن في بطنه برصاصة قاتلة. استشهد على الفور فور وصوله إلى مشفى رفيديا بنابلس. من عشرات المحلات في بلدة حوارة وأودلة وبورين تعرضت لاعتداءات من قبل المستوطنين. تقريبا في هذه اللحظات التي نتحدث فيها هناك انسحاب وتراجع من المستوطنين من داخل بلدة حوارة إلى التجمعات الاستيطانية، إلى النقطة الاستيطانية أبي طار المقامة على جبل طبيح في بيتا، وأيضا إلى منطقة مستوطنة السهار وإبراخات. مئات المستوطنين شاركوا بنزاعة المنازل. أغلب المنازل التي تم حرقها تقع في المدخل الشمالي لبلدة حوارة، وأيضا على الشارع الرئيسي الذي يقطع بلدة حوارة. هناك أيضا تجديدات على كل المداخل مدينة نابلس، إغلاق لحاجز بيت فريق. مئات المواطنين عالقين على حاجز بيت فريق وأيضا حاجز دير شرف. وطبعا طريق حوارة نابلس رام الله مغلقة بالكامل منذ 3 ساعات متواصلة. في شارع القدس المتاخم لمدخل مدينة نابلس عشرات سيارات الإسعاف والإطفاء نشاهدها تقوم بالدخول والتوجه إلى حوارة ومن ثم العودة إلى نابلس، تقوم بتقديم الإسعافات ونقل الجرحى إلى مشافي مدينة نابلس. حالة غضب في نابلس، نسمع الآن نداءات عبر مكبرات الصوت، وهناك دعوات يبدو لنزول الشوارع في الساعة 11 قبل منتصف الليل، أيضا للبدء بحراك شعبي والتحرك نحو الحواجز والقرى المتاخمة لمدينة نابلس. نعم، إذا نشكرك على هذه الإحاطة. الصحفي من نابلس أمين أبو وردي، شكرا لك.